بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله فيديو مهم جدا كالعادة، المقدمة المعتادة. لايك على السريع يا سادة، ويلا بينا نشوف الفيديو ونعيش بصحة وسعادة. اهلا وسهلا بيكم، وحشتوني قد البحر والسمكات، وبقالنا كتير ما عملناش فيديوهات مندجة ومتعوب عليها. مصورة الفيديوهات دي من قبل العيد تقريبا، دخلنا في شهر اهوت ولحد دلوقتي ما نزلتش. دي جمعت لكم معظم اللقيمات خلال الفترة الماضية كده عشان نبدأ نتعلم كده ازاي نبدأ لقيمات المربعات. كانت عندنا زمان مشكلة في ان احنا نبدأ النظام اللقيمات، انه عايز ترتيب في افطر ايه، اتغدى ايه، اخد سناك ايه ما بين الوجبات. النظام الحديث ده يعتبر افضل نظام بالنسبة لنا، لان النظام الحديث فيه سهولة في التطبيق، لانه حدد لنا فترات ناخد فيها الاكل بتاعنا. يعني بفطر وانتظر اقل حاجه 4 ساعات لو اخدت لقيمه مزدوجه. طب لو اخدت يعني مزدوجه يعني ايه؟ يعني لقيمتين مع بعض. اللقيمه زي ما احنا متعلمين في كي جي 1 لقيمات هي ايه؟ ربع رغيف بالغموس بتاعه. طيب لو هاخد لقيمه مزدوجه هتبقى ايه؟ فزي ما قلنا اللقيمه ربع رغيف بالغموس بتاعه، زي ما انتم شايفين ده مثلا كده لوحدها شريحه، مثلث من ده يعتبر لقيمه، ومعاه كوبايه من المشروب، اي مشروب بقى عشبي موجود. هنا مثلا دي وجبة لا محالة، وجبة اللا محالة كوباية ونص من أكل البيت مع كوباية ونص سوائل أو كوباية ونص سلطة. بس أنا في اليوم ده بالذات الأكل كان فيه صلصة وكان مشبع جدا جدا، مش محتاج حاجة. يعني 3 معالق رز كفيلين مع 3 معالق خضار مع البيضتين، شكرا كده، قفلوا معايا. بعد اللامحالة أقل حاجة برضو من 4 ل6 ساعات انتظار ما بين اللقيمة اللامحالة وأقصى حد 6 ساعات. ده مثلا فطار اهو سهل جدا، مثلا كان رقاق تقريبا او حجم الكف رقاق تقريبا. باخد الفطار، بنتظر بعد الفطار ايه؟ اقل حاجة 4 ساعات، واخد سناك فاكهة. اهم حاجة دايما بكون حريصة عليها قبل اللقيمة ب10 دقايق أشرب كوبايتين من المية. زي المج ده كوباية وربع، يعني أخد كمان مج تاني. أفضل طول اليوم أشرب مية لأنه مهم جدا علشان صحة بشرتي، عشان الحرق، عشان جسمنا بيفقد في الحر ده كميات كبيرة من المية من خلال العرق وكده. فاحنا لازم نشرب ميه على طول عشان نرطب جسمنا. ده مثلا كان فطور صحي انا عاملاه، محاوله فاشله بس الحمد لله كان حلو ماشي حاله. وجبنه قريش وعسل. دي بطاطس مسلوقه ومهروسه بالبيض، اهو في بيض باين اهو، يعني وليكن معلقتين 3 بطاطس وبيضايه مقليه. وعندنا نص رغيف عيش، وعندنا ما يعادل نص كوبايه اهو. الرغيف ده تقريبا كف وربع، مش مكمل حتى كفين. فانا بكتفي بقلل النشويات وبكتفي بكده، واللقيمه بتبقى مشبعه جدا. العيش ده اصلا رقيق وخفيف في الميزان. وطماطمايه صغيره وخياره، دوكوا شايفين خياره كده معوجه كده وصغيره. وادي اللي بعد كده اهو اكله عاديه خالص خالص موجوده في كل بيت. نفسنا بقى في الحاجات اللي هي العاديه اللي بنحب ناكلها في العاده، فول وبتنجان. ممكن اكل فول وبتنجان، بس انا عملت البتنجان بنقطه زيت صغيره في طاسه تيفال، يا دوب بدبله كده، بحطه واغطيه وما ياخدش دهون اساسا، زي القرار كده بالظبط. يا دوب تدهني الطاسه تيفال وتغطي وتتبليه بقى زي ما انت عاوزه. وادي طماطمايه صغيره وادي خيارايه. دايما بكون حريصه ان انا احط في طبق صغير. عندي هنا مثلا في اليوم ده اكل مقليات، فباخد خيارايه وطماطمايه وباخد طعميتين كفايه، بكتفي. الطعميه تقريبا في حجم معلقه مليانه. ومعايا مع الطعميه ايه؟ مع الطعميه معايا ايه؟ نص رغيف عيش وطعميه في ربع رغيف، واخد شريحتين طماطم وشريحتين خيار وسندوتش جميل. نفسي في ليمونه باخد، غالبا ما باخدهاش بس بيكون ايه من نفسي كده بحطها. فده كده ببساطه كده الفكره. يبقى الفطار اي حاجه بقى. شوفوا انا حاطه لكم كذا نموذج من اكل عادي خالص موجود في البيت. انتوا ممكن تستبدلوا بقى لانشون او مرتديلا زي ما بتقول عليها عندنا في اخواتنا الشوام والدول الاخرى. فطرنا انتظرنا بعده 4 ساعات، ندخل في مربع الفاكهه. اي فاكهه موجوده عندنا. يعني كان عندي برتقان وكان دبلان شويه بس مشي حاله، وكان عندي شمام، اخدت تقريبا حوالي نص كوبايه شمام، واخدت برتقانيه صغيره، ودي في مربع الفاكهه. المربع يعني الفتره اللي باخد فيها الاكل بتاعي اهو، شايفينها كده اهو، دخلنا فيها صح بقى وضحت اكتر.
كان جميل بصراحة. بعدها مش عارفة اشتري حلو، مش عارفة ايه اللي حصل لي. دلوقتي بقى وجبة اللامحالة او الغداء. كانت في اليوم ده عاملة رز وملوخية وبط، يعني تقريبا كوباية الا ربع ملوخية وكوباية الا ربع شوربة، وحوالي 5 معالق رز، وورك بط انا خليته من الجلد والعظم، فعلشان ايه؟ يبقى سهل في الاكل ويبقى خفيف وما فيهوش دهون كتير. شايفين منظره حتى تحسوا انه ناشف، ما فيهوش دهون كتير ولا بيلمع. ده كده بقى ببساطة كده الفكرة. ندخل بقى على اللي بعده اهو. زي ما انتم شايفين اهو بيوضح اكتر الفكرة. يا رب كده اكون قدرت اوضح لكم. اي حاجة موجودة في بيتي بقدر اكل منها باريحية وبسهولة، وعايز اعرف كمية الاكل مظبوطة. الاكواب المعيارية هتقضي الغرض، او اللي هي الاكواب اللي احنا بنعاير بيها الكيك والحاجات اللي هي في المطبخ دي. ده كده ببساطة. عندنا بقى هنا مثلا في اليوم ده الجو كان حر جدا، وما كنتش اخدت غير القايمة الاولانية اللي هي شريحة الشمام دي والبرتقانة، فكنت حرانة جدا، وكان بالليل بعد الوجبة، فاخدت شريحة من الشمام، بقيت مربع الفاكهة بدل حلو الوجبة. واللهم صل على سيدنا محمد. دي مثلا ربع رغيف برضو، ومعاه مرة فول مرة بيض مرة جبنة، بعمله شبه السمبوسك كده. بحط الحشو في طرف البتاع واقفله كده او في نصه، وبعمله زي الايه السمبوسك كده، بيبقى منظره لطيف اهو. شوفوا حجمه نص كف. بعمله في الطاسه، علامه الطاسه حتى معلمه، وما فيهوش يعني دهون قد كده، من اللي موجود في البيت. مثلا بطاطس بالبيض، مثلا فول، مثلا بيض بالجبنه القريش، اي حاجه. انتظرت 4 ساعات، واخدت بعد كده الايه، انا حاطه لكم يجي 4 ايام ولا 5 ايام. اخدت بعد كده البرتقانه مع العنب، ده ما يعادل كوب من الفاكهه في مربع الفاكهه كده. ده ببساطه الفكره. يا رب كده اكون قدرت اوضح كل حاجه في فكره القيمات او مربعات. سهل جدا. مربع يعني فتره اقل حاجه فيها 4 ساعات. مربع مرتبط بانها 4 حاجات في النظام ده اساسيه، 3 منهم اكل وواحده راحه ونوم. ندخل بقى في اللي بعد كده اهوت. ده مثلا اهو يوم عادي، رز كان باقي رز من قبلها بيوم مثلا، وعندي بسله وعندي بيض عشان اوصل اقصى درجة الشبع، فبعمل رز بالخضار او رز معاه خضار بقلبه معاه او بحطه معاه، المهم عادي يعني الموجود، ومعاه بيضتين مسلوقين. ده كده ببساطة كده ايه، حاجة مشبعة برضو جدا جدا، وما تحتاجيش معاها اي خضار كمان ولا سوائل الوجبة. لازم البيض معاه كمون كده، ده عادة متعودين عليها. كمان بضاعة الزفارة بتاعت البيض اهو. كان 3 يوم تقريبا، كان 3 يوم نطبق فيه نظام المربعات. يا رب كده يكون الفكرة وصلت واتضحت للكل. ندخل بقى على ايه اهو. كوبايه رز بشعريه بلسان عصفور، ومعاها خضار، ومعاها بيضتين مسلوقين. انا كنت عامله على اساس ان انا هعمله فيديو مستقل فموجود. بعدها مثلا ننتظر بعد يعني انا غيرت ترتيب المربعات. مثلا في اليوم ده مثلا اخدت اللمحاله وبعدها الفاكهه. كان برضو الشمام مازال هو الخيار المتاح عندي، لان كان في اليوم ده ما كنتش عندي فاكهه، او كنت تعبانه وما رحتش السوق، فكان الموجود بقى عندي في الخيار المتاح عندي كان الشمام، وكان البرتقال برضو في الاسبوع ده، هو نفس الاسبوع. صرف وقتك. ممكن ناخد كوبايه مشروب معاها، وعندنا او ممكن الشاي ده بعد اللقامه بساعه، وبرضو كملنا مثلا بشريحتين تانيين، يعني ما يعادل كوب من الفاكهه. الموجود بيقضي في الحر ده. ممكن كمان ده كان في يوم تاني برضو الدنيا كانت حر جدا، وكان يوم السوق، وكنت جايه عطشانه وحرانه وزهقانه. دخلت جبت تقريبا كوبايه عصير، كنت عامله عصير جوافه، واخدت معاه 3 تمرات. انا بقى كنت عامله جوافه كان عندي في الثلاجه اساسا ومجمداه، وكانت عاملاه خفيف مش تقيل بالليمون، و3 تمرات. ده بقى وجبه اللامحاله. كانت في اليوم ده كبد وقوانص، ما شاء الله كانت جميله ولذيذه جدا، شكلها اساسا يجوع لوحدها، ورز معمر. لنا لحد 5 معالق رز، ومعانا السلطة 9 معالق السلطة، ومعانا نص كوباية كبد وقوانص، عشان يبقى كمالة الكوب ونص من الطعام. في يوم اللي بعديه طبعا خلصنا اليوم، ننام اقل حاجة 6 ل 8 ساعات.
ندخل بقى في لقيمة مزدوجة برضو. انا كنت عاملاها كده. اليوم ده بقى كان بامية. انا بقيس لكم العيش، شوفوا رغيف العيش بيعادل قد ايه. بيعادل تقريبا نص كوب تقريبا. لو احنا قسنا العيش في الوجبة بيبقى بيعادل نص كوب، ويكمل الكوب ونص من الأكل اللي موجود في البيت العادي. احنا عشان دايما الواحد لما بياكل خضار مع العيش بيحس بجوع، فانا كنت بقيس واشوف كمية العيش يا ترى هتكفي ولا مش هتكفي وكتير ولا لا. اهو في الكوب المعياري نفس الفكرة. اهو الكوب المعياري اهوت قد البولة اللي عندي دي بالظبط، نفس الحجم. بس ده عشان بلاستيك عامل شويه كده، هو واسع اهوت في الجنب، والحته دي لو حسيته هتبص تلاقيه في فراغ برضو. في اليوم ده كنت عامله باميه، فحبيت بقى اكافئ نفسي وعملت بسبوسه وسط الدنيا. بس اخدت معلقتين. شايفين شكل البسبوسه كان جميل، كانت لسه سخنه ولذيذه وحلوه قوي. وكنت عامله باميه، كانت وجبتي اللي محاله في اليوم ده كانت باميه. وكان مش فاكره كان بتنجان ولا كان ايه، هنشوف مع بعض كده هتيجي ولا لا دلوقتي. ادي الوجبه هي جات اهيت. رغيف عيش تقريبا، وما كانش عندي خضار غير بصل وجزر وفلفل تقريبا. وعملت بتنجان جنب الباميه، اخدت كوبايه الا ربع تقريبا باميه وشريحتين بتنجان، وكان رغيف عيش يعني 60 جرام تقريبا. واكلت وشبعت. بحاول ان انا ادور على بدائل خفيفه كده وسهله للاكل عشان ايه تشبع. وادي حلو الوجبه بقى، كافئت نفسي يعني مش هيبقى من كله. فعملت بسبوسه واخدت معلقتين كحلو وجبه، وبكده خلصت يومي. اتمنى كده اكون اديت لكم فكره مبسطه وسهله جدا عن النظام. يا رب كده اكون قدرت افيدكم واساعدكم واسعدكم. سلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.